هنعمل النهاردة مع بعض تارت البسكوت بدون زبدة وبدون فرن وبطبقات كريمية ناعمة جدا وبطريقة بسيطة وسريعة. يلا بينا على المقادير. معايا أول حاجة بسكوت شاي سادة أي نوع. هبدأ أرصه بالشكل ده في صينية من اللي هي بكليبس بتتفتح من الجنب، ولو مش متوفرة ممكن في طبق بايركس. أما البسكوت اللي على الحواف فبنحط الرسمة بتاعته بره، وممكن ترصيه بشكل أفقي هيبقى أسهل معاكي في الرص. بعد كده هنبدأ نجهز الكريمة بتاعتنا. هجيب حلة واحط فيها معلقتين كبار من الدقيق، ومعلقتين ونص كبار نشا، ومعلقتين كبار كاكاو خام. بعد كده هضيف نص كوباية من السكر، وأقلب كل المقادير الجافة مع بعضها، وأضيف 3 كوبايات من الحليب. هقلب المكونات دي كلها معايا. بعد كده هرفعها على النار واستمر في التقليب لحد ما الاقي القوام بقى تقيل. بعد كده هضيف مكعب من الزبدة، وده اختياري بس بيخلي الطعم غني اكتر، وهقلب لحد ما قطعة الزبدة تدوب، واصبه بهدوء فوق طبقة البسكوت اللي انا كنت رصاها، واحطها في التلاجة لحد ما ابدأ اجهز الطبقة التانية من الكريمة بتاعتي. نفس الخطوات اللي فاتت ولكن بدون الكاكاو. معايا معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين ونص كبار من النشا، ونص كوباية سكر، و3 كوبايات من الحليب. هقلبهم مع بعض وارفعهم على النار واستمر في التقليب لحد ما القوام يتقل معايا، واضيف مكعب الزبدة برضو حسب الرغبة، واطلع التورت من التلاجة واصب عليه الكريمة بكل هدوء وادخله التلاجة تاني. هحط معلقة من النشا، ومعلقة كبيرة كاكاو خام، ومعلقة ونص كبار من السكر. هخلط برضو المكونات الجافة مع بعض، وهضيف كوباية من المية واقلبهم مع بعض كويس. بعد كده ارفعهم على النار. هستمر في التقليب لحد برضو ما القوام يتقل معايا. هضيف مكعب من الزبدة و5 مكعبات من شوكولاتة المطبخ، ما يعادل نص كوباية. هقلبهم لحد ما الاقي القوام لامع وجميل. هصبه على التورت، وبعد كده ازوقه باي حاجة متوفرة عندي. كان هنا عندي لوز مبشور، زوقت بيه على الاطراف بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده بتسيبيها في التلاجة اقل حاجة 3 ساعات، ويفضل ليلة كاملة. وانا بقطعها كانت ناعمة وجميلة. شوفوا شكلها حلو ازاي، فعلا طعمها خطير، واتمنى كلكم تعملوها. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. كان معاكم ندى جمال.